أن يتأملها. وأردت بهذه الإشارة إلى هذه الأحاديث في باب وصل الصف إلى أن أنبه إلى أمر كثرت شكوى الناس والمصلين منه فيما يتعلق بهذه الحلقة، من حيث أن بعض الطلاب من شدة حرصه على حجز مكان له في الدرس يضعون إما سجادات وإما كتب وإما مساند الظهر أو غير ذلك يحجزون بها الأماكن ثم يصلون في أمكنة متقدمة. وبلغني أن بعض الطلاب يضع ذلك من قبل صلاة العصر، ولا شك أن هذا من حرصه ورغبته في الخير، لكن الحرص في الخير لا يجعل طالب العلم يفعل سببا يكون به قد قطع صفا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله. ونحن إنما نتعلم العلم لنعمل به. وذكر لي بعض المصلين أن هذه التي يضعها الطلاب تقطع الصفوف، وتصبح في هذا المكان في صلاة العصر خاصة الصفوف مقطعة بسبب هذه التي يضعها الطلاب. أما المغرب فإنهم يحضرون إلى هذه الأماكن ويصلون فيها ولا إشكال، لكن صلاة العصر خاصة هذا تسبب في قطع الصفوف، ويشتكي من ذلك كثير من المصلين. ولذا اقتضى هذا التنبيه، ويجب على طالب العلم أن يكون من مثل هذا العمل على حذر، وألا يتسبب في قطع صف. وليتنبه لهذا الحديث: من قطع صفا قطعه الله. وفي الحديث: لا تذروا فرجات للشيطان، تسبب في ترك فرجات كثيرة في هذا المكان. فالحاصل أن هذه مسألة أؤكد عليها وأنبه عليها، وأسأل الله عز وجل أن يزيد هؤلاء الطلاب حرصا وخيرا، وأن يزيدهم علما وبركة وتوفيقا، وأن يزيدهم علما وعملا، وأن يوفق الجميع لكل خير بمنه وكرمه.